ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم افكار لعزومات رمضان باذن الله. احنا جايين لنا كده صفقه حمام، خطيب بنتي يعني مربي حمام وكده، فجاب لنا حبه كده من الحمام اللي هو مربيه بقى، متربي على الغالي ده. فقلنا نعمل النهارده بيه عزومه حلوه قوي، ان شاء الله هيعجبكم جدا. وجايبه لكم افكار كتير للعزومات اللي بتاعت رمضان في الفيديو ده، جربوها وان شاء الله هتستفادوا منها كتير جدا. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. وعايزه رايكم في كل حاجه هنعملها النهارده، وتقولوا لي كل حاجه عجبتكم ولا لا، والافكار بتعجبكم ولا لا. وما تنسوش الاشتراكات والكومنتات الحلوه اللي دايما مشجعاني. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. جدا جدا افكار تنفعك لعزومات رمضان، وهوريكي ازاي تعملي اكل مطاعم بالظبط وتقدميه بطريقه حلوه جدا جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه هنا انا معايا حوالي كيلو من البصل، هفرمه فرم ناعم جدا. تمام، هفرمه طبعا في الكب او تقطعيه على ايديكي، بس تقطعيه صغير قوي. بعد ما هنفرم البصل كويس جدا، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. الفيديو النهارده حلو جدا وهيعجبك، وممكن تعملي منه عزومه رمضان هتشرفك جدا قدام ضيوفك ان شاء الله. بعد ما فرمت البصل، جبت حله هنا على النار، وحطيت فيها حوالي كده نص كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين. هنزل فيها بالبصل اللي انا قطعته. انا عايزه اشوح البصل ده اديله لون ذهبي غامق شويه، مش عايزاه يبقى لون فاتح زي ما احنا متعودين مع بعض، لا انا هغمق اللون شويه. تمام كده. الفيديو هيعجبك قوي قوي، بس تتابعيه للاخر، وكمان ما تنسيش اللايك وكومنت حلو زيك. بصوا، اول ما البصل وصل للدرجه دي كده من اللون، بدات ان انا جبت 3 معالق سكر كبار حطيتهم. انا هنا هعمل كميه كبيره من الرز، هنعمل بالبصل ده هنعمل حبه رز حلوين، عشان هنحشي بيهم ان شاء الله حمام. هنحشيه بطريقه حلوه قوي قوي. بصوا بقى، بعد ما حطيت السكر الكرمل كده مع البصل واداني اللون ده، هبدا انزل بقى بالتوابل بتاعتي. نزلت ايه في التوابل؟ حطيت حبهان، وحطيت كمان فلفل اسود، وحطيت قرفه. هي دي كل التوابل اللي انا هحطها، مش هحط اي توابل تانية. لو عندك 7 بهارات حطي رشه بسيطه برضو من ال7 بهارات. وحطيت نص معلقه من ورق اللورا على الحبهان مطحونين. وهشوح كل التوابل دي مع البصل كويس جدا، عايزه الريحه بتاعتها تطلع كده وتبقى ايه مليال الدنيا. بصوا بقى لون البصل كده بالنسبه لي حلو جدا. هجيب بقى ميه سخنه وابتدي انزل بيها على البصل. الحله اتحرقت كده مفيش اي مشكله، انا عايزه الطعم ده يطلع معايا في الرز اللي احنا عاملينه. هنا نزلت بقى بكميه الرز على قد كميه الحمام اللي عندي. الحمامية بتاخد كوباية الا ربع بالظبط من الرز بعد ما بيستوي. تمام. بدأت بقى ان انا طبعا مش هسوي الرز سوا كامل، يا دوبك بس 3/4 سوا، عشان لسه هيكمل سواه مع الحمام. هنا بقى بدأت ان انا اوطي عليه وسبته على النار. هنا بقى كنت طحنة بصلاية صغيرة مع كوباية من فول الصويا المنقوع. يعني هنا انا قعدت كوبايه من فول الصويا وحطيتها على البصلايه وفرمتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده، بس المقطع اتحذف، فانا بقول لكم الحاجات اللي انا حطاها. هنا بصلايه صغيره وكوبايه فول صويا بعد ما اتنقعت. هنا خلاص بدات بقى ان انا انزل بالتوابل. حطيت ملح، حطيت بابريكا، حطيت فلفل اسود، حطيت كمان قرفه. هي دي برضو كل البهارات اللي انا هحطها، وحطيت كمان رشه من ال7 بهارات. بعد كده هنعمل ايه؟ هحط كيلو لحمه مفرومه. اللحمه دي انا فرماها عند الجزار مرتين، يعني وشين، عشان انا هعمل بيها كفته. وحطيت كمان نص كيس من البيكنج باودر عشان تديني هشاشه كده في الكفته بتاعتي. وقطعت عليها نص ربطه من البقدونس، وباخد الجزء اللي تحت بس من البقدونس، اللي هي الورق بس، مش باخد العروش بتاعته من فوق. البهارات كلها هكتبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف عشان انت برضو تعرفيها. وحطيت معلقتين من الزيت عشان ما عنديش اي ماده دهنيه احطها. بعد كده بقى بقلب الكفته كويس جدا جدا. افضلي بقى دعكي فيها دعكه حلوه، يا متى تحطيها في الكبه تاخديها لفه كمان. بس انا عشان فارمه اللحمه مرتين، فرحت بعد عجنتها بايدي زي ما انتم شايفين كده. بس افضلي بقى دعكي فيها حبه حلوين، يعني حبه محترمين كده، لغايه ما تبتدي تطلع معاكي خيوط زي ما انت شايفه بالطريقه دي. هكتب لك ان شاء الله كل المقادير في صندوق الوصف عشان برضو للي حابب يعملها. ده كده كيلو كفته، اداني طبعا كميه حلوه بعد فول الصويا، وفي نفس الوقت بتخليها لي تمسك ما تفكش معايا خالص. هنا بقى بعد ما سبتها حوالي نص ساعه كده، جبت هنا في الطبق ده حطيت معلقه بابريكا على نص معلقه فلفل اسود على حبه زيت. وبدات ان انا اصبع الكفته كده، وصبعيها يا اما على عصيان شيش طاووق، يا اما على مسن كده زي ما انا بعمل، يا اما على ظهر معلقه، على اي حاجه. حاولي تخلي كل صوابع الكفته مقاس واحد، بتديكي شكل حلو قوي من غير اي ماده دهنيه في الصينيه او اي حاجه. بدات ان انا اصبع الكفته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي.
هنا بقى بعد ما صبعتها بالطريقه دي طلعت معايا كميه حلوه. ركنتها لغايه ما اجي اسويها لان الكفته مش بتاخد تسويه وانا عايزاها تبقى سخنه معايا في التقديم على طول. تعالوا كده نرجع نشوف الرز وصل معايا لايه. بصوا ما شاء الله كده الرز معايا استوى 3/4 سوا، يعني لسه عايز يستوى كمان. انا بقى طفيت عليه النار وسبته بقى يبرد خالص لان ما ينفعش احشي الحمام وهو سخن. على ما الرز يبرد هعمل حاجه تانية. كنت هنا حاشيه ممبار من بالليل، طبعا عملته معاكم كتير قبل كده وعملت الخلطه بتاعته معاكم. بدات بقى ان انا هبدا ان انا اسلقه عقبال ما الرز بتاع الحمام يبرد. حطيت ورق لورا، حطيت واحده من اللومي، هحط كمان نص عود من القرفه، احط حبه بابريكا، حبه فلفل اسود، وظبط الملح بتاعها. وابتدي بقى ان انا احط ايه الممبار انا عملته معاكم كتير، وان شاء الله يعني ان شاء الله هفتكر باذن الله وانزل لكم اللينك بتاعه في الاي دي فوق دلوقتي باذن الله. وكمان حطيت جزرايه وحطيت طماطمايه، يعني بتعملي زي بوكيه جارنيه كده، الميه بتاعته بتديله طعم حلو وريحه برده حلوه جدا. نزلت هنا بقى كميه السجق اللي عندي، مش عامله كتير بس يا دوبك بس صنف مع الحاجه اللي احنا هنعملها النهارده. وهنسيبه بقى يستوي كويس. انا بحب اسويه ازاي، باخده كده 10 دقايق على نار عاليه وبعد كده بهدي عليه النار لمده نص ساعه. على ما الحاجات دي كلها تجهز تعالوا نحضر حشوه. هنا مقطعه لانشون او بسطرمه او اي حاجه متوفره عندك اعمليها. انا قلت هعملها النهارده ميكس جبن مع اللانشون. هعمل ايه؟ هعمل سمبوسك. هنا حطيت اللانشون وحطيت جبنه موتزاريلا، وكمان عندي فلفل الوان مقطعاه مكعبات صغيره، كان عندي كيس كده في الفريزر طلعت منه حبه. هبتدي بقى احط له كمان نص معلقه من الزعتر، بتدي طعم حلو قوي قوي في الحشوه دي. تمام، يبقى انا حطيت لانشون، حطيت جبنه موتزاريلا، حطيت فلفل الوان، حطيت كمان نص معلقه من الزعتر، وهقلب بقى كل الحشوه دي كويس مع بعض ونجيب السمبوسه بتاعتنا ونبتدي نحشيها. الحشوات بقى بتاعت السمبوسه كتير، وان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله يبقى في وقت واعمل لكم كذا حشوه من السمبوسه وهنزلها لكم برده قبل رمضان باذن الله. بصوا بتجيبوا بقى هنا السمبوسيه وتحطي عليها الحشو وتلفيها زي الحجاب كده. انا بحب اللفه دي. في لفه تانية بتطلع معاكي زي المثلث، اللي اسهل لك اعمليها، ووريتكم قبل كده في فيديوهات كتير ازاي بتلفي السمبوسه وطريقه لفها، وان شاء الله برده هعملها لكم قريب. خلاص هنا بقى بتطلعيها كده من بعضها لو فيها واحده تانية، وبتحطي تعمليها زي القرطاس كده وتحطي الحشوه وبعد كده تلفيها كده. هي بتلاقيها بتلف نفسها على طول، يعني بتمشي الخطوات على بعضها. لفها سهل جدا ومش بتاخد وقت بالطريقه دي، وبتعملي كميه كبيره. ممكن تعملي حبه دقيق بميه، لو انت مش بتعرفي تدخلي الحرف بتاعها كده تلزقي الحرف بتاعها، مفيش برضو اي مشكله. بصي الطريقه سهله جدا. هنا بنتي كانت عايزه تتعلم لف السمبوسه، قلت لها لا انا هلف كام واحده مع حبايبي وبعد كده اديكي انت بقى تقعدي تلفي ايه زي ما انت عايزه. هي لفت اشكال يعني هندسيه كتير قوي. هنا بقى كان الرز بتاعي خلص او برد، فانا باخد جزء من الرز، مش باخد الرز كله لان انا هحتاج الباقي اللي هيفيد مني. باخد حبه كده في طبق وابتدي بحشي البطن بتاعته من جوه الاول، وبعد كده اقفل الرجل او ادخل الرجل بتاعته. وانا بصفق الحمام من عند الرقبه مش من تحت. يعني ايه بتصفقيه؟ يعني بورقه. يعني لما تيجي تشتريه تقولي للراجل اللي بيعملهولك افتح لي ورق لي الحمام من فوق او صفق لي الحمام من فوق من عند الرقبه. ببتدي بقى كده احشي زي بالرقبه، ببتدي احشي الرقبه زي ما انتم شايفين، زي كانك بتحشي ممبار كده. بس اهم حاجه ما تحشيهاش قوي عشان ما تفرقعش منك وانت بتسويها. الحمام ليه كذا طريقه من التسويه، انا هعمل لكم النهارده طريقه منهم وهقول لك برده على الطرق التانية. بصوا ما شاء الله شكل الحمام عامل ازاي، تحفه ومليانه كده. وزي ما قلت لك ما تمليهاش قوي رز عشان ما تفرقعش منك. بنملى البطن زي ما انتم شايفين، وبعد كده بندخل الرجلين في الفتحه اللي هي من تحت، وبعد كده بنملى البطن اللي هو تحت الجلد من عند الزور من فوق او من عند الرقبه من فوق. طيب هنسوي الحمام ده ازاي؟ انا النهارده هسويه على البوتاجاز. ممكن انتي تسويه في الفرن، بترصيه كله في صاج او في صينيه وبتحطي له حبه ميه صغيرين قوي قوي، وكمان بتحطي له بقى البوكيه جارنيه بتاعه، ورق لورا، حبهان، مستكه، فلفل اسود، والملح بتاعه، وبتظبطيه وتدخليه وتغطيه بورق فويل وتدخليه الفرن. انا النهارده هسويه على البوتاجاز من فوق. بصي بحشي الحمام ما بياخدش وقت وبتحشي معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه. اهم حاجه زي ما قلت لك ما تحطيش رز كتير. وباخد الاجنحه بتاعه الحمام كده بلفها عليه من ورا عشان تبقى الحماميه معايا كده شكلها عريض وحلو. ما شاء الله تبارك الله. هنا عملت الكميه كلها اللي عندي. النهارده عندي عزومه بمناسبه الموسم بقى، كل سنه وانتم طيبين.
فطبعا عامله كميه حلوه. بدات ان انا طلعت كده الحمام، بعد ما حشيته بقى ابتدي اظبط الشوربه بتاعته. حطيت ورق لورا، فلفل اسود، هحط حبهان، هحط كمان قرفه، وكمان هحط طماطم وجزر وبصل، يعني البوكيه جرنيه اللي هو بتاع اي شوربه بنعمله وبنحطها برده زي ما انتم شايفين كده. وحطيت كمان عود من الروزماري، عندي فريش كده فحطيت عود منه. هنا ما شاء الله الحمام مش هيكفي حله واحده، لان انا كنت فاكره ان الحله دي بس هتكفي. ما شاء الله الكميه عندي حلوه، والحمامه هي حجمها حلو، فما كفتش في حله واحده، فعملته في حلتين زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وما بتيجي بتحطي الحمام في الشوربه بتحطيه على بطنه، يعني بتحطيه على الصدر بتاعه، ما تحطوش على ظهره عشان ما يفرقعش منك. بصوا ما شاء الله هنا حلتين، واللي ملفوفه في ورق فويل دي كان فيها قطعه بسيطه كده من عند الجلد، فعملتها ولفتها في ورق فويل عشان الرز بتاعها ما يطلعش. هنا بقى كان استوى وطلعته كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هحط الكفتة بتاعتي تستوي، وكمان هعمل حبة ملوخية. طبعا برضو عملناها كتير مع بعض. انا هنا حطيت دي في الملوخية اللي انا مفرزاها، حطيتها كده تفك بقى في حبة الشوربة. وعملت شوربة لسان العصفور كمان برضو خارج التصوير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى جبت هنا حلة كده صغيرة، وهبتدي ان انا احمر الممبار كله الاول. هاخد بقى التحمير بالتدريج عشان انا هحمر كله في نفس الحلة دي او في نفس الزيت ده. هنا كانت الكفتة عندي بتستوي، حطها على النار. بصوا بقى شوربة الحمام طالعة تحفة ازاي. هنا طلعت الممبار بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهنزل ببقية اللي عندي، يعني بطلع اللي بيتحمر واحط غيره على طول عشان يطلع كله معايا في نفس الوقت، ياخد لون حلو ويبقى كله سخن معايا في نفس الوقت. بعد ما اخلص الممبار هحمر السمبوسه على طول. السمبوسه طبعا مش بتاخد اي وقت في التحمير، يا دوبك اول ما بتنزليها كده بتقلبي على طول، لان كمان عندي الزيت سخن زي ما انتوا شايفين، هتبتدي تاخد لون على طول، مش هتاخد اي وقت. ما تنسيش بقى اللايك، انا نسيت اقولك اللايكات، اكيد انتوا مش هتنسوا اللايكات، حطي اللايك حلو، وكمان حطي لي كومنت يشجعني. وما تنسوش بقى لو انت جديده في القناه تعملي اشتراك وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. وزي ما قلت لك الفتره اللي جايه ان شاء الله عندنا تجهيزات كتير وعندنا توضيبات كتير لرمضان هتنفعك هتستفادي منها كتير ان شاء الله. كل سنه وانتوا طيبين. بصي السمبوسه انا بحب اطلعها لونها مش غامق قوي كده عشان تبقى مقرمشه معاكي، وتبقى لونها حلو كمان في التقديم. النهارده هعمل لكم اكل مطاعم، يعني هعمل لكم حاجات حلوه قوي. هنا كمان بقى الرز اللي فاض من الحشو، طبعا انا قلت لك ما باخدش الرز كله، باخدت جزء منه كده وحطيت عليه حبه من شوربه الحمام وكملت التسويه بتاعته. طيب هنا هنعمل ايه؟ ده الكبد والقوانص بتاعه الحمام، طبعا ما بتاخدش اي وقت في التسويه بتاعتها. حطيت كده حبه زيت ونزلت بيهم شوحتهم كده تشويحه، مع كمان بصلايه صغيره، وهحط لها فلفل اسود وسبع بهارات، مش هحط لها اكتر من كده. وهظبط الملح بتاعها، وكمان حطيت معلقه من الثوم بتديها ريحه وطعم حلوين جدا جدا. برضو هنستخدمه في التقديم بتاع الاكل بتاعي النهارده، و وكمان هنستفاد منه. هنفضل بقى نشوح فيها كده على النار. هنا حطيت معلقه الثوم اهي زي ما انتم شايفين، وشوحي بقى فيها، وكمان لو عندك حبه مكسرات هتنزلي بيهم معاهم. هنا خلاص، هنا بقى هنبتدي نعمل الحمام. باخد حبه كده من اللبن او الحليب، احط فيه الحمام وانزل بيه على طول في الزيت. طب ليه بتحطيه في لبن؟ هتشوفي هيديكي لون تحفه، لون عامل ازاي، لون حلو جدا جدا. شايفه الجمال؟ بصوا لون الحمام هيطلع تحفه زي الحمام الجاهز بالظبط اللي احنا بنجيبه من بره. وبص ما شاء الله ما شاء الله مفيش ولا واحده فرقعت معايا، عشان زي ما قلتلك مش بحشيه جامد قوي او مش بحشيه قوي عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. بصوا لون الحمام طالع تحفه ازاي، يا دوبك بس بتدهنيه من اللبن كده وتنزلي بيه على طول في الزيت. تعالوا بقى كمان طشينا كمان حبة الملوخية زي ما انتوا شايفين، طالعة تحفة ولونها حلو قوي. يعني الملوخية دي انا مفرزاها عندي. هنا بقى حطيت الرز كده في صينية التقديم زي ما انتوا شايفين، وهجيب بقى الحمام هدوره كده في الصينية. يعني النهاردة عملت لهم اكل مطاعم. الصواني دي طبعا بتتجاب غالية جدا جدا من بره، احنا عملناها النهاردة في البيت، وعملناها بطريقة حلوة وطريقة تقديم حلوة جدا جدا هتعجبك. هنا بقى حطيت الحمام وحطيت الممبار زي ما انت شايفة. وتعالوا كمان بقى نحط الكفتة. النهاردة هنعمل صينية الملوك، صينية حلوة جدا جدا. هنا بقى هحط الكفتة برضو، هحطها بطريقة برضو شكلها حلو. هنا الاول حطيت الكبد والقوانص اللي احنا شوحناهم في النص كده على الرز عشان تديله طعم حلو.
بعد كده بقى هنا نرص الكفته بقى. بنتي قالت لي يا ماما لا انا عايزه اساعدك فيها، راحت هي اللي رصت الكفته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، برضو تديني شكل حلو قوي قوي. ما تنسيش بقى اللايك، لان الفيديو ده هيعجبك جدا وممكن تنفذيه في رمضان ان شاء الله، في عزومات كده هتاخدي افكار. وان شاء الله في رمضان برضو هعمل لك افكار كتير للصواني دي تنفعك وتشرفك كده قدام ضيوفك. بعد كده بقى جبت السمبوسه، بدات ان انا احطها على حروف الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، برضو ادتني شكل حلو قوي. تجرنشي بقى باي حاجه عندك، فلفل الوان ماشي، عندك طماطم، عندك خس، عندك جزر، اللي موجود عندك اعملي بيه جرنش. هنا بقى رشينا كمان رشه بقدونس كده عشان نكسر الالوان. وبصوا بقى ما شاء الله الصينيه دي، تخيلي بقى الصينيه دي كده بتتباع بكام بره وبتجيبيها بغاليه ازاي من بره. بصوا الكفته مستويه حلوه جدا. تعالوا بقى نفتح كده الحماميه برضو مع بعض وشوفوا الجمال بتاعها من جوه عامل ازاي، تحفه تحفه بجد. جربي طريقتي في الحمام هتعجبك جدا جدا. وكمان بقى هنا كنا جهزنا بقى الاكل، حطينا شوربه حمام وشوربه لسان العصفور والملوخيه، وكمان كنا عندي حله محشي لفاها من بالليل برضو حطيتها بالطريقه دي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبك وتقولي رايك في الكومنتات، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك وكومنت حلو يشجعني، واستني الفيديوهات اللي جايه فيها حاجات جامده جدا جدا.